قناتي. فيديو اليوم مميز جدا، حيث سيتم إطلاق فعالية UTOTS رسميا. سأشرح في هذا الفيديو جميع التحديثات المهمة والتسريبات القادمة واللاعبين المحتمل انضمامهم إلى فعالية UTOTS، لذا تابعوا الفيديو حتى النهاية. أولا، دعونا نتحدث عن إعلان UTOTS الرسمي. حاليا تلعبون بأسلوب GR7، ولكن مع فعالية UTOTS ستقوم أي بترقيته إلى أسلوب GR8، لذا نعم، تحديث جديد كليا لأسلوب اللعب قادم رسميا. ثانيا، سيتم بث UTOTS المباشر قريبا جدا، ربما يوم الثلاثاء أو الأربعاء. احرصوا على حضور البث المباشر لأن أي ستقدم على الأرجح رمز استرداد خلاله. ثالثا، يتعلق التحديث بالمكافآت. حاليا يمكنكم رؤية مهام نهاية الموسم في اللعبة، وسيتم إضافة مجموعة أخرى من المهام الأسبوع المقبل، لذا المزيد من المكافآت المجانية في الطريق. والآن دعونا ننتقل إلى تحديثات المكافآت. في 28 من مايو يمكنك الحصول على 10 رموز ترقية. في 30 من مايو ستحصل على 100 شظية نجمة. في 31 من مايو ستحصل على 1500 جوهرة. في الأول من يونيو ستحصل على 1,000,000 قطعة نقدية. في الثاني من يونيو ستحصل على 1500 جوهرة أخرى. في الثالث من يونيو ستحصل على 100 رمز ترقية. وفي الرابع من يونيو يمكنك الحصول على 300 شظية نجمة. أيضا بعد صيانة الخادم في 28 من مايو ستقدم أي هدية ترقية خاصة. في قسم الهدايا يمكنك الحصول على 500 شظية نجمة وقسيمة اختيار واحدة. ولا تنسى أنه يمكنك أيضا الحصول على جواهر وشظايا نجمة إضافية من نمطي تحدي نهائي دوري أبطال أوروبا. الآن دعونا نتحدث عن ثالثا، وهو معرفة اللاعبين المحتمل ظهورهم في حدث UOTS. أولا، كريستيانو رونالدو 120 نقطة. ثانيا، نونو مينديز 120 نقطة. ثالثا، هاري كين 120 نقطة. رابعا، برونو فرنانديز 120 نقطة. خامسا، بيدري 120 نقطة. سادسا، لامين يامال 120 نقطة. سابعا، ديمبيلي 120 نقطة. ثامنا، هولاند 120 نقطة. تاسعا، ديكلان رايس 120 نقطة. عاشرا، فاتينيا 120 نقطة. وحادي عشر، سيليفا 120 نقطة. والآن دعونا نتحدث عن بعض اللاعبين المحتملين بتقييم 119. كيميت 119 نقطة. جابرييل 119 نقطة. ديفيد ريا 119 نقطة. غريمالدو 119 نقطة. فانديوك 119 نقطة. وماني 119 نقطة. إذن هذه هي جميع المعلومات المهمة لهذا اليوم. تم تأكيد التحديثات، لكن أسماء اللاعبين لا تزال مجرد توقعات مبنية على تحليلهم. وكما تعلمون، لا تصدر أي عادة أكثر من لاعب واحد بتقييم 120 في حدث واحد. لذا إذا أفادكم هذا الفيديو فلا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. ولا تفوتوا الفيديو القادم، حيث سأعرض لكم بعض الحيل السهلة للحصول على لاعب بتقييم 119 من قسم الوقت الإضافي. أراكم في الفيديو القادم.